رصيدك من الستر خلص. ربنا حب يوريك ازاي اللي انت بتعلم اجيال وربيت اجيال كتير، عشان انت سنك مش صغير، انت راجل كبير، والاخر انت ما تعلمتش ازاي تبقى مدرس ليك قيمة، ما تعلمتش ازاي تبقى مدرس الناس تحترمك، لدرجة اللي في ست زي كده تروح لك بطريقة مياسة مياعة بالشكل اللي انا مش شايفاها، بس وافقت اللي هو يسمح لها تتكلم معاها اللي لا تعالي معايا. واكيد طريقتها معاه شدته ليها اللي هي تخليه او تشجعه، اللي هي تعالي معايا وهخلص لك الورق وتعالي وغزل فيها وهي موافقه وساكته. انت مهما كنت موافقه عليه، ده بنتك مرحله ابتدائي، ولو شالت ماده ايه المشكله يعني؟ انت كل ده عايزه تيجي تشيل الماده بتاعت البنت، وعايزه تشيل التقييمات اللي هي عشان البنت محضرتش التقييمات، ده كلامها محضرتش التقييمات، ومش عايزاها تيجي الصيف اللي هو عشان يقومهم في الصيف، مش عايزاها تجيبها في الصيف عشان المشوار بعيد، وعايزاه يحضر الامتحان بس. طب انت ليه سامحه لنفسك بالطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ اخلاقنا سمحت لنا بكده؟ انت فاتحه على البحر قوي وموافقه وبتتكلمي بمياصه وبتتكلمي بسهوكه. ليه يا حبيبه قلبي؟ هو ده كلب. الكلب اول ما انت تقولي له اي حاجه كده بتلاقيه يجي عليك بيلحس فيك. هو سمح لنفسه، هو قليل الادب، هو مش محترم، هو ربنا فضحه، وعشان كده هيبقى عبره لمن اعتبر. بس احنا ليه نسمح كده؟ وانت بتاع وزير التربيه والتعليم التقييمات ما هي بتطلع بتتحل اهي، بتتحل بفلوس، تتحل بقله ادب، هتنحل. هي التقييمات دي ايه؟ انا مش فاهماها. احنا نسينا التعليم وبقينا بنجري على التقييمات. احنا ما فيش تعليم دلوقتي، بقى في تقييمات.